الحقيقه ان بقالي كام يوم بتابع تفاصيل الجريمه البشعه اللي حصلت في شبرا الخيمه. وللي ما يعرفش الجريمه دي كانت ايه، النيابه العامه اصدرت بيان بتقول ان هم عثروا على جثمان طفل عنده 15 سنه، الولد مقتول جوه شقه واحشائه طالعه جنبه في كيس. بعد التحريات قبضوا على الجاني اللي عنده 30 سنه، وده طبقا لبيان النيابه العامه. وبمواجهته قال ان هو اتعرف على ولد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات تجارة الأعضاء على السوشيال ميديا. الولد ده مصري مقيم في الكويت عنده 15 سنة. اتفق مع الجاني ان هو هيديله 5 مليون جنيه مقابل انه يجيب ولد يكون ضحية علشان ياخدوا الأعضاء بتاعته في تجارة الأعضاء، وانه يصور الجريمة بتاعته دي من خلال تقنية الفيديو كول. فعلا المجرم ده راح اتعرف على ولد عنده 15 سنة وهو كان الضحية، وبشهادة أهله إنه فضل يعرف الولد ده فترة ويدحلبه ويسحلبه، وكان في وقت من الأوقات بيديله فلوس. لحد يوم تنفيذ الجريمة أخده على البيت عنده وقتله وشقه بالطول وطلع أحشائه وهو بيتكلم فيديو كول مع الولد بتاع الكويت. النيابة العامة والشرطة المصرية ابتدوا تحركاتهم وتواصلهم مع دولة الكويت ومع الانتربول، وجابوا الولد وأبوه من الكويت مترحلين على مصر. كل المكالمات دي تم إجراءها عن طريق تليفون الأب. بمواجهة الأب قال إن هو ما يعرفش أي حاجة عن اللي بيحصل ده. أما واجهه الابن قال إن هو ما كانش عايز تجارة أعضاء ولا حاجة، وإنه كان عايز الفيديو ده علشان خاطر يبيعه على الديب ويب أو الدارك ويب، وإن هو كان اتفق مع الراجل ده إنه هيديله فلوسه لما يجيب ضحية تانية. بس الحمد لله الشرطة المصرية كانت قبض عليه قبل ما يبقى عندنا ضحية تانية. الولد في اعترافاته بيقول إن دي مش أول مرة يعمل الموضوع ده. طبعا النيابة العامة متحفظة لسه عليه هو وأبوه وعلى الأجهزة الإلكترونية بتاعتهم وبيفحصوها عشان يشوفوا مدى صدق الكلام ده، وهل في جرائم تانية اتعملت والولد ده صورها ولا لا. الجريمة بشعة وتفاصيلها مرعبة. ألف شكر للنيابة العامة وللشرطة المصرية على سرعة حل القضية وإن هم جابوهم من بره. لكن الموضوع مخيف قوي يا جماعة. أنا سمعت كتير قوي عن الديب ويب والدارك ويب، بس حاسة إنها بتقرب مننا قوي لدرجة إني أول مرة يبقى فيه جريمة بالبشاعة دي تحصل في مصر ملتصقة بيهم. طفل عنده 15 سنة هو اللي بيحرض على جريمة بالبشاعة دي. فأنا مش قادرة أقول لك مثلا خلي بالك من ابنك المراهق ما يصاحبش ناس أكبر منه، لأن ده المحرض على الجريمة دي طفل عنده 15 سنة. إحنا في بشاعة لا توصف ومرعبة ومقبضة، وحقيقي مفيش حاجة أقدر أقولها لك احتياطيات تعملها. يعني الحامي هو ربنا، يعني ربنا ينجينا وينجي ولادنا، بس حرفيا احنا مفيش حاجة في ايدينا نعملها في وسط السواد اللي بيترمي علينا والبشاعة دي، غير ان احنا نحاول نبعد بروحنا عن كم البشاعات اللي بتأذيها دي. نحاول بقى نعيش حياتنا بعيدا عن المكان الموبوء اللي اسمه سوشيال ميديا. نحاول حتى لما نتابع حاجات تطبطب على روحنا شوية، عشان الموضوع بقى مؤذي قوي مخيف ومرعب. ربنا ينجينا وينجي ولادنا ويخرجنا منها على خير، والله.